أول تعليق من الحكومة البريطانية على تعيين توني بلير حاكما لغزة. وبعد قرار الحكومة مفاجأة بشأن موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وبشرى سارة لهؤلاء. ترامب يكشف عن محادثات الشرق الأوسط بخصوص غزة. ورويترز وزير خارجية نيوزيلندا يؤكد أن بلاده لن تعترف بدولة فلسطين حاليا. و700 جنيه زيادة سعر الجنيه الذهب يقفز مجددا. ويار 21 الآن مفاجأة. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 10 أيام راحة تنتظر الطلاب والموظفين خلال شهر النصر. وقرارات عاجلة الآن من الرئيس السيسي تزف مصر بالفرحة. متابعينا الكرام، تتسركم أخبار مصر والمعاشات برجاء الاشتراك في القناة من الزرار الأحمر أسفل هذا الفيديو، تفعلوا زر الجرس وإليكم كافة التفاصيل. يترقب أكثر من 11 مليون مواطن موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2025، وذلك بعد الزيادة التي أقرتها الحكومة وبدأ تطبيقها اعتبارا من يوليو الماضي ضمن خطة تعزيز الدعم الاجتماعي وتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات. وموعد صرف معاشات أكتوبر 2025. وأعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن صرف المعاشات سيبدأ اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025 عبر ماكينات الصراف الآلي، مكاتب البريد، البنوك، إضافة إلى المحافظ الإلكترونية وخدمات الدفع عبر الهاتف المحمولة. وأكدت الهيئة أن الصرف سيتم في موعده الطبيعي دون أي تغيير وفق الشرائح المحددة مسبقا. ويأتي صرف المعاشات أكتوبر مصحوبا بالزيادة التي تم إقرارها في يوليو الماضي تنفيذا لتوجيهات الدولة الرامية إلى دعم الفئات الأكثر احتياجا وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن أصحاب المعاشات، خاصة في ظل التحديات المعيشية الحالية. وأكدت الهيئة أن عمليات الصرف ستستمر طوال الشهر أكتوبر مع تنظيم الإجراءات لتفادي الزحام ولضمان سهولة حصول المستفيدين على مستحقاتهم، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. ووفرت الهيئة عدة قنوات رسمية لصرف معاشات أكتوبر تشمل منافذ البريد المصري وماكينات الصراف الآلي ATM المنتشرة بجميع المحافظات، فروع البنوك المختلفة، المحافظ الإلكترونية عبر شركات الاتصالات ومنافذ شركة فوري وغيرها من منافذ الدفع الإلكتروني، الاستعلام عن المعاش الإلكترونية. وأتاحت الهيئة خدمة الاستعلام عن قيمة المعاشات عبر الموقع الرسمي، حيث يمكن للمستفيد باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور ثم اختيار خدمة الاستعلام عن بيانات ملف المعاشات لتظهر كافة التفاصيل الخاصة بالقيمة المستحقة وموعد الصرف. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول بريطاني القول بأن حكومة بلاده لم يكن لها أي دورة في خطة الاستعانة بتوني بلير بعد حرب غزة. وكما قالت الصحيفة زادها عن مسؤولين عرب وأمريكيين توني بلاير سيتولى منصب الحاكم المؤقت لغزة بموجب خطة إدارة ترامب. وقالت الصحيفة أيضا بموجب خطة ترامب فإن بلاير سيرأس هيئة باسم السلطة الانتقالية الدولية. وأضافت أن الهيئة التي سيرأسها بلاير تدعمها الأمم المتحدة وستدير غزة سنوات عدة. وتابعت طاقم الهيئة المقترح سيضم تكنوقراط فلسطينيين، وطاقم الهيئة المقترحة سيضم تكنوقراط فلسطينيين. وختمت الصحيفة الهيئة تدعمها قوة دولية بقيادة عربية حتى تسليم السيطرة الكاملة للفلسطينيين. ولكن خطة إدارة ترامب تواجه عقوبات كبيرة في ذلك دعم نتنياهو وقادة حماس. وفي وقت لاحق كشفت صحيفة هارتس العبرية أن الإدارة الأمريكية وضعت خطة لتعيين رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلاير على رأس إدارة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع غزة في خطوة تهدف بحسب التسريبات إلى إدارة مرحلة إلى ما بعد الحرب والإشراف على عملية إعادة الإعمار.
وبحسب المصدر السياسي العربي الذي نقلت عنه الصحيفة، فإن الخطة الأمريكية تتضمن مشاركة قوات دولية لتأمين حدود القطاع ومراقبتها، وعلى أن يتم في مرحلة لاحقة نقل الإدارة إلى السلطة الفلسطينية من دون تحديد جدول زمني واضح لذلك. وأضاف المصدر أن المرحلة الأولى من الإدارة الجديدة لن تشمل أي دور مباشر للسلطة الفلسطينية، ما يعكس توجها نحو تهميشها مؤقتا. ومن جانبها أشارت صحيفة لوتان السويسرية إلى أن هذه التحركات قد تكون جزءا من جهود الدبلوماسية للتعامل مع موجة الاعتراف المتزايدة بدولة فلسطينية، لافتا إلى أن بلير الذي سبق لعب دورا بارزا في ملفات الشرق الأوسط يعود مجددا إلى الواجهة بخطة سلام منافسة. وذكرت أن هذه الخطة التي تحمل بصمة جريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تتضمن إقامة دولة فلسطينية وتحظى بمباركة البيت الأبيض. وتأتي هذه التطورات بعد أن عرض ترامب خطة من 21 بند على قادة الدول العربية وإسلامية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بهدف إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة المستمرة منذ عامين. وتشمل أبرز بنود الخطة وقفا دائما لإطلاق النار، انسحابا تدريجيا للجيش الإسرائيلي من القطاع، إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، وتشكيل إدارة لا تضم حركة حماس، إلى جانب إنشاء قوة أمنية من فلسطينيين وجنود عرب ومسلمين مع توفير تمويل عربي وإسلامي لإعادة الإعمار. ولكن القادة العرب والمسلمين وفق ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية ربطوا دعمهم بالخطة بشروط واضحة أبرزها وقف الاستيطان ومنع ضم أي أراضي في غزة أو الضفة، إضافة إلى الحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى وزيادة المساعدات الإنسانية بشكل عاجل. وينتظر أن يعرض ترامب مبادئ خطته على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع مرتقب في البيت الأبيض، وسط توقعات بأن يسعى للحصول على دعمه لتسويق المشروع الجديد دوليا. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه عقد محادثات وصفها بالبداءة والملهمة مع عدد من دول الشرق الأوسط بشأن الأوضاع في غزة، وأوضح أن المفاوضات استمرت 4 أيام بشكل مكثف، مؤكدا استمرارها طالما تتطلب الأمر حتى يتم التوصل إلى اتفاق كامل يحقق النجاح. متابعينا الكرام، تتصلكم أخبار مصر والمعاشات برجاء الاشتراك في القناة من الزرار الأحمر أسفل هذا الفيديو، تفعلوا زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه